تكون كفته داوود باشا، حاجه كده ان شاء الله هتعجبكم، هتكون سهله لكل حبايبنا عشان خاطر يعني كانت لسه جايه وماسكه في الطبق. ومعايا هنا طبعا بصلايه كبيره مفرومه في الكبه او بالمبشره او على ايدك ناعمه جدا كفته. ومعايا هنا هنبدا نحط بقى البهارات بتاعتنا. احط معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، نص معلقه صغيره من بهارات الفراخ، ونص معلقه من اللحمه بتاعتنا كفته. ومعايا هنا معلقتين كده كبار من الكزبره البقدونس. وهنقلب بقى الكفته بتاعتنا كويس. ودي معلقه من الصلصه بتدي طعم جميل قوي. وهنبتدي بقى نصبع الكفته بتاعتنا، هنعملها دواير كده جميله ويبقى شكلها جميل. بصوا ما شاء الله، نفس الطريقه برضو هنعمل كده وهنصبعها بالشكل دوت. بصوا ما شاء الله الكميه بتاعتنا. وهنحط بقى هنا معلقه صغيره من الملح ورشه من بهارات اللحمه والسبع بهارات والفلفل الاسمر، كل حاجه كده منها رشه كده جميله كده جاهزه معانا. البطاطس بتاعتنا الكفته بتاعتنا هنحط تحتيها بطاطس، شفت البطاطس قطعتها زي ما انتم شايفين كده. همسك التتبيله الجميله ديت هحطها كده على البطاطس واقلبها لغايه ما تبقى زي ما انتم شايفين كده بتقطعها كده على دواير. ممكن تقطعيها يعني الطريقه اللي بتخلي الشكل الدائري كفته بنسميها كفته دائريه. معايا هنا الاول نص شفشه طماطم هنفضيه كده على الكفته بتاعتنا تحفه. يا رب تعجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.